الاكتئاب المرضي اللي هو متشخّص عن طريق اتشخّصت إن أنا الدكتور، مريضة اكتئاب. هل الرياضة إمم. ليها دور في علاجه؟ طبعًا، الرياضة ليها دور كبير جدًا في إفراز هرمونات السعادة، في إفراز هرمون الأمل. كنتِ تعرفي إن في حاجة اسمها هرمون الأمل؟ لأ. مش جمعية ولا حاجة، ده هرمون اسمه هرمون الأمل. هرمون الأمل إمم. وهرمونات السعادة بتُفرز مع الرياضة، مع الحركة، مع التعرُّض للشمس، مع تمارين المقاومة. تمرين المقاومة ده بيعمل حاجة في العضلات. زمان كانوا بيسموها تهتُّك في العضلات، نتيجة إنِّك بتحطّي ضغط وpressure على عضلاتِك وأنتِ بتشيلي أوزان. طيب العضلات دي بقى عايزة ترجع لطبيعتها، عشان ترجع لطبيعتها جسمِك بيضطر يفرز هرمونات معيّنة عشان ترجع العضلة لحالتها وأكبر وأقوى. الهرمونات دي من ضمنها هرمونات السعادة. يعني الجسم بيفرز هرمونات عشان العضلات تلتئم يعني بعد ما يحصل لها بالضبط. tearing أو كده؟ بالضبط، من ضمنها هرمونات السعادة. المشي بيفرز هرمونات السعادة، أي حركة ربنا خالقها لنا بيتفرز معاها هرمونات السعادة. هرمونات الإنجاز، الإحساس بالإنجاز. إمم. دايمًا اللي بيلعب رياضة من ضمن الحاجات اللي بيحسّها أنا حاسس إني أنجزت حاجة في يومي، أنا حاسس إن أنا الself esteem مثلًا من ضمن الحاجات اللي مريض الاكتئاب بيعاني منها هي نظرته قدّام نفسه، الself esteem. أنا إمم. شايف نفسي إزاي، أنا راضي عن نفسي، أنا باحب نفسي. الحاجات دي بتعلى مع ممارسة الرياضة فالرياضة بتأثّر كمان على الشخصية. جدًا.